ازاي يا جدعان عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وفي احسن حال يا رب. النهارده فيديو جديد من نوعه، فريد من نوعه. النهارده حبيت ان انا اعمل نفسي فود بلوجر، وهنجرب اكله جديده من بلبن. طبعا الناس كلها جربت القشطوطه، هجربها النهارده وهقول لكم رايي فيها بصراحه. ونزل حاجه جديده لسه منزلها برضو بلبن اسمها السلنقتيه، هنجربها برضو وهنقول راينا بصراحه. ايش بلبن. هنجرب اول حاجه القشطوطه. طبعا ناس كتير عملت القشطوطه، احنا هنجرب القشطوطه بالمانجا. هنجرب القشطوطه ايه بالمانجا. هو مجبسينها كده يا جدعان. قشطوطه بالمانجا، ودي تمنها 65 جنيه. اهي العلبة من جوه اهي، فيها مانجا محترمة. اهم حاجة الطعم يكون ديليشوس. نجيب حاطط لنا معلقة. لا، حجم المانجا حلو، مش بقول كده عشان اول مرة اجربه اهو، انا لسه فاتحها قدامكم. ندوق المانجا الواحدة ونقول رأينا. بسم الله. حلوة، المانجا حلوة. طيب ندوق بقى ايه حتة من القشطوطة من غير المانجا. هي غرقانة لبن، حتة كمان. طيب لا، جميلة. هي كيكة شرب، عبارة عن كيكة فيها طبقة كريمة وعليها ايه طبقة المانجا. الكيكة شرب لبن كتير، طعم اللبن واضح، طعمها حلو. مش اللي هي المسكر أوي ولا حاجة، لا مظبوطة. لا حلوة مش وحشة. جميلة، عجبتني بصراحة، حلو. لو حاجة كده اضطر، لو عندك حموضة ولا حاجة هتزحلق معاك على طول حتة المانجا. ندوق بقى حتة مانجا بالايه بالقشطوطة. على بعض بقى كلهم طعم تاني، يعني حاجة تانية بقى. يعني لما تاكل، يعني انا اكلت المانجا لوحدها عادي، كيكة لوحدها بالكريمة عادي، الاتنين على بعض بقى ميكس. لا لا، جامدة حلوة بصراحة، جميلة يعني. طيب نجرب ال السلان اهو، السلانكاتيه. سقسقنا الكسري بالامباليه. اهو مكتوب سلانكاتيه. سقسقنا الكشري سقسقنا الكشري بالامباليه وعملنا سلانكاتيه. طيب دي بسم الله اهو. هي اخده طبقه كنافه فوق الوش اهو. طيب احنا هندوق المكونات، يعني نشوف الطبقه اللي فوق دي الاول. هي دي بالكندر، هي كنافه. لغايه دلوقتي انا باكل كنافه. طيب ناخد من الجنب كده. هو هي كريم كراميل وطبقة كنافة، وبينهم طبقة كيكة، ومن فوق بقى ايه
اللي هي الكنافه، وانت بتختار بقى من فوق، عايز كندر، عايز لوتس، عايز مانجا، اللي انت بتختاره. انا جايبها بالكندر. هي عامه الكندر مش باينه قوي من فوق، تمام. بس حلوه جامده يعني. انا عجباني قوي اللي بعد الكنافه، الحته اللي بعد الكنافه دي يعني. والكنافه حلوه محمصه، مش اللي انا بحبها اللي هي المحمصه ديت. لا جميله. طب ناخد بقى طبق ايه بالثلاثي ده كده، اللي هي ايه، كنافه على كيكه، اللي هي طبق الكيكه كده على ايه، الكريم كراميل اللي من تحت ده. لا جامده والله، والله جميله. والكريمه كده، طبقه الكريمه اللي بين الكنافه والكيكه دي، لا وبعدين كبيره. هي دي انا نسيت اقول لكم على سعرها، دي عامله 85 جنيه. لا حلوه، حلوه وتكفي فردين مثلا يعني. انت هي انا اخدت معلقه منها خلاص، بتملى التانك. لا إيه، بصراحه جميله. طيب انا عايز اخد بس ايه، طعم الكريم كراميل اللي من تحت ده، ادوق لوحده. انا حاسس اللي هي اللي تحت دي اصلا مش كريم كراميل، دي اللي هي كاستر، بتهيألي كاستر يعني. كريم كراميل مش كريم كراميل، لا يعني هي دي كاستر كاستر. امم كاستر. يبقى هي السلنكتين كاستر، وبعدين طبقة كيكة، وبعد كده كريمة، وبعد كده وش كنافة محمصة خطيرة. ومن فوق بقى الوش انت عايز صوص بقى، إيه، نوتيلا، عايز كندر، عايز اي حاجة، اي مانجا زي ما انت عايز. لا حلوة جميلة. باخد واحدة كمان بس عشان ايه المذاق. لا وما شاء الله حجمها كبير. لا حلوة. هي يعني زي فكرة اللي هو الكشري اللي هم عاملينها، بس هو زي غير بقى الكشري هم زي هو نفس الفيلم ده، بس هو ضايفين بقى ايه فوق الوش حاجات زي ايه مقرمشة كده من فوق. ومبقاش فيه الكريمة اللي مبقاش فيه الكيكة اللي في النص، بيبقى بسبوسة بتهيألي. فأنا ما حب ما مش هتاكل معايا يعني، بتهيألي مش هحبها. أنا أنا عن نفسي أحب الحاجة الحلويات بالذات ما تكونش مسكرة. يعني أنا لما تكون حاجة مسكرة ما أحبهاش. أنا أحب الحاجة اللي تكون إيه مظبوطة، مسخة سيكة، يعني بيقولوا مسخة سيكة عشان أعرف أصل. لكن لما تبقى مسكرة أوي هتجزعني، تخلي الواحد يجزع. لا عجبتني بصراحة. وبعدين الدليفري يعني جايب الحاجة مظبوطة، متغلفة حلو، أولا محكومة، حاجة نظيفة بصراحة. إيه لا عجبتني وبأمانة يعني. لا ما شاء الله حلو. إيه والدليفري ما تأخرش برضه. لا أنا من نوع أصلا ما بحبش حلويات كتير، بس أنا ايديا عمالة تجيبني، عمالة ايه اغرز، عمالة اديها. لا لا جميلة. لا يبقى جربنا الأشرطة بالمانجا دي، تمنها كان 65 جنيه. حلوة جميلة وممتازة. برضه لو انت حابب تحط صوص اضافي غير المانجا، في عنده لوتس زي ما انت عايز يعني. انا عامة ما بنعملش دعاية يعني، انا بس ايه قلت اجرب اعمل نفسي فود بلوجر واقول رايي. لا إيه عجبتني. إيه وبالنسبه متخدمه يعني انا اللي عجبتني مثلا هما الاتنين كويسين، بس انت لو جيت تبص لها مثلا
بين القشطوطه والسلنكاتيه. يعني السلنكاتيه جامده، تكفي القشطوطه ممكن انت تضربها لوحدك تكفي فرد واحد، لكن السلنكاتيه زياده مثلا 20 جنيه هتقضي فردين. لا حلوه جميله. استنونا مع اكله جديده ومطعم جديد، وهنقول راينا فيه بكل صراحه. الحاجه الوحشه هنقول عليها وحشه الحمد لله، ولو حاجه عجبتنا هنقول عليها حلوه. يعني ممكن حاجه تعجبني ما تعجبش غيري مثلا، ممكن حاجه ما تعجب غيري ما تعجبنيش، بس احنا بنقول على جوده الاكل وجوده الطعم. لو حاجه طعمها كويس ماشي مقبوله، طعمها حلو يعني نظيفه. لو حاجه مش كويسه هنقول عليها مش كويسه. السلام عليكم.